هنتكلم عن ماتش الاهلي والاتحاد السكندري. الاهلي ما كانش افضل حاجه، ماتش كان فيه كل حاجه، اهداف حلوه، ضربه جزاء من الفار، كرة في العارضه واتنين كارت احمر، ماتش دراما من اول دقيقه لاخر دقيقه. يلا بينا كده ندخل في التفاصيل ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. ايه اللي كان بيحصل قبل الماتش؟ هقول لك. انا كانت في حاجه اسمها حكايه فوق وحكايه تحت، كان كل فريق داخل الماتش ده وهو شايل همومه على كتفه. دي كانت الجولة ال 11 من الدوري المصري. الأهلي طبعا اللي بينافس على اللقب، والاتحاد زعيم الصغر اللي بيصارع عشان يفضل في الدوري. الأهلي ضغط من البداية. الضغط ده خلى الاتحاد يدخل الماتش بقلب جامد وقرر يهاجم. قال لك أنا ما عنديش حاجة أخسرها، وده اللي خلى الماتش مفتوح. لو بصينا على جدول الترتيب قبل الماتش هنفهم الضغط ده أكتر. الأهلي كان في المركز الرابع ب 18 نقطة من 9 ماتشات، ولازم يكسب طبعا عشان يتصدر. في الناحية التانية عندك الاتحاد كان في وضع صعب جدا في المركز ال 17 وقبل الأخير بثمان نقط بس، يعني في منطقة الهبوط كده خلاص، كان في ريسك شوية عليه. عشان كده الماتش ده كان حياة وموت للفريقين بصراحة، وده اللي خلى كل دقيقة فيه ليها حساب. نيجي للتشكيل بقى. الأهلي نازل بصراحة بكل أسلحته الهجومية النهاردة. الأهلي من أولها كده أعلنها صريحة: أنا نازل أكسب وبس. طبعا ثلاث نقط مهمين جدا. تشكيلة كانت هجومية بحتة، 4-3-3. حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع عندك محمد هاني، علامة استفهام النهارده كبيرة بصراحة. ياسر إبراهيم كذلك، ياسين مرعي كويس نوعا ما، أحمد نبيل كوكا وحش جدا. عندك في نص الملعب مروان عطية. مروان كان تايه النهارده في نص الملعب، معهوش اللي يسند معاه، ودي كانت من ضمن الأخطاء الدفاعية النهارده يعني. بن رمضان اللي مش في حالته خالص، مش ده بن رمضان اللي جه الاهلي خالص يعني. تريزيجيه كويس نوعا ما النهارده. في الهجوم زيزو طبعا انا شايف ان هو نجم المباراه. جراديشار اللي معهوش حد يخدم عليه، مفيش لاعب كده تحت منه يخدم عليه في الكوره او يخليه يطلع لقدام. اشرف بن شرقي اللي جاب جون حلو قوي النهارده. فلما تشوف زيزو وتريزيجيه وبن شرقي مع بعض كده في الملعب تعرف ان مفيش هزار. الخطه يعني هو الراجل عاملها تروب عشان يخنق دفاع الاتحاد من اول دقيقه. وكمان اختيار جراديشار بدل محمد شريف كان معناه ان الاهلي عايز هجوم متحرك مش ثابت. في الناحيه التانيه بقى الاتحاد قال لك الهجوم خير وسيله للدفاع. مدرب الاتحاد تامر مصطفى عمل ماتش حلو بصراحه النهارده، ومنزلش يدافع، لا ده نازل عشان يلاعب الاهلي كره مفتوحه. آه، التشكيل بتاعه كان حلو، وكان في حراسه المرمى صبحي سليمان، في الدفاع كريم الديب، مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، وعمرو صالح. عندك في نص الملعب عبد الغني محمد ومحمد توني وكناريا وابو بكر اليادي. في الهجوم عندك فافور اكيم وفادي فريد. الخطه كانت واضحه شويه: نضغط على الاهلي من قدام ونستغل سرعات ليادي واكيم. الاتحاد فعلا فاجئ الاهلي وبدلوا الهجمات، وده اللي خلى الماتش ممتع بصراحه ومفتوح على عكس كل التوقعات. نيجي بقى للشوط الاول. كره الجول الاول 100% بصراحه شغل مدرب. اللعبه اتكررت في اول ربع ساعه اربع مرات سواء على زيزو او جراديشار. منظومه الضغط كانت متحسنه شويه، ما كانش بنضغط عالي قوي، لكن وقت الضغط بيكون بشكل جماعي شويه. لسه عندنا مشكله في اي مرتده علينا بتكون خطيره ونص الملعب بيكون فاضي. محمد هاني وموسم استثنائي. بن شرقي وزيزو شكلهم احسن. مازال بن رمضان مش لاقي نفسه خالص. جراديشار مش موجود. كوكا وحش جدا مع بن شرقي. ياسر مش مركز النهارده. الشوط التاني بقى ده اللي كان متعه بصراحه. عندك حكايه الفار والاهداف والكروت الحمراء. بص يا سيدي، في الدقيقه 58 كانت نقطه تحول. الحكم وقف الماتش عشان يراجع لمسه يد على مدافع الاتحاد في الفار. وبعد دقيقتين بالظبط في الدقيقه 60 الحكم حسبها ضربه جزاء للاهلي. زيزو دخل في الدقيقه 62 حطها في الجول بثقه بصراحه، وادي كده 2-0. الجون ده كان ممكن يقتل الماتش والكل قال خلاص الاهلي ضمن الثلاث نقط، بس الاتحاد ما استسلمش بصراحه. في الوقت اللي الكل فكر فيه ان الاتحاد هينهار بقى خلاص، حصل العكس. بعد خمس دقايق بس من ضربه الجزاء، وتحديدا في الدقيقه 67، نادي الاتحاد اثبت انه فريق كبير بصراحه. ابو بكر اليادي عمل انطلاقه حلوه قوي بصراحه من اليمين، وعرضيه متقنه قابلها فادي فريد بلمسه واحده في الجون. يعني غلطه من كوكا طبعا كانت فضيحه. الجون ده رجع الماتش للحياه تاني وخلى اخر 20 دقيقه كانت حلوه قوي. الماتش بعد كده بقى قلب فوضى. اتنين كارت احمر في اخر ربع ساعه، الاعصاب باظت من الفريقين. في الدقيقه 78 احمد نبيل كوكا خد الانذار الثاني والكارت الاحمر. دخل تدخل عنيف بصراحه وساب الاهلي ب 10 لعيبه. الاتحاد بقى عنده الافضليه المفروض عدديه في وقت كويس يعني، لكن الفرحه برضو ما كملتش. وفي الدقيقه 85 كريم الديب لاعب الاتحاد فقد كده اعصابه شويه واعترض على الحكم، فخد هو كمان كارت احمر. الكارتين دول كانوا ملخص للضغط والعصبيه اللي في الماتش يعني. طرد كوكا كان بسبب ضغط الحفاظ على الفوز، الراجل عايز يحافظ على الفوز النهارده. طرد الديب كان بسبب الاحباط ومحاوله عايز يظبط التعادل كده يعني.
وبكده الاتحاد ضيع فرصه بصراحه من ايده كانت ممكن ترجعه في الماتش تاني. مين بقى كان نجم الماتش ومين خيب املنا بصراحه النهارده؟ عندك احمد السيد زيزو بصراحه كان حلو قوي، يعني كان مهندس الفوز النهارده، عمل اسيست الجون الاول وسجل التاني من ضربه جزاء، وكان مصدر خطوره بصراحه طول الماتش. اشرف بن شرقي جاب الجون الاول اللي فتح الماتش وكان نشيط قوي في الهجوم النهارده. فادي فريد لاعب الاتحاد كان احسن لاعب في الاتحاد النهارده ومجهوده بان بصراحه، جاب جون حلو ورجع فريقه للمباراه تاني. ايه بقى الغلطات اللي كانت موجوده في ماتش النهارده؟ عندك احمد نبيل كوكا الطرد بتاعه في الدقيقه 78 حط الفريق بصراحه في موقف صعب ما كانش ليها اي داعي يعني. كريم الديب رد فعله العصبي اللي خلاه ياخد كارت احمر، ضيع الافضليه العدديه لفريقه في اهم وقت في الماتش. كان في تأثير برضه في التبديلات، الأهلي عمل تبديلات ذكية بصراحة وعشان يأمن النتيجة بعد جول الاتحاد على طول. عندك نزل أليو ديانج عشان يقفل نص الملعب، طاهر محمد طاهر عشان يجدد النشاط الهجومي ما شفناهوش أصلا. وفي الآخر الفريق ناقص واحد برضه، يعني نزل محمد شكري عندك وعمر كمال عشان يضيعوا وقت ويحافظوا على الفوز، بس ده ما كانش أفضل حاجة برضه. خد بقى الخلاصه، فوز مهم للاهلي وهزيمه بشرف بصراحه للاتحاد. في الاخر الاهلي خد الثلاث نقط المهمين اللي احنا عايزينهم اللي طلعوه للقمه، بس الماتش ده بيقول ان لسه في شغل محتاج يتعمل كتير قوي في الاهلي. اما الاتحاد فخسر بس بالاداء الرجولي ده لو كملوا عليه هيطلعوا من نقطه الخطر اكيد يعني، بس لازم يركزوا اكتر ويتحكموا في اعصابهم شويه. وبس كده، ده كان تحليلنا الماتش الاهلي والاتحاد. قول لي رايك في الكومنتات، مين كان رجل المباراه النهارده من وجهه نظرك، ومين اللاعب اللي خيب ظنك؟ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد.